الأسطورة الحقيقية ضرار بن الأزور، الصحابي الذي هجم على جيش وحده حتى ظن أعداءه من شدة بأسه أنه شيطان، وأطلقوا عليه بالفعل لقب الشيطان عاري الصدر. كان ضرار بن الأزور مقاتلا من الطراز الأول، شجاعا مقداما، يخترق الصفوف بلا خوف أو تردد، مما جعل سيف الله خالد بن الوليد يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في فتوحاته بالشام، لدرجة أنه أصبح هو الرجل الثاني في الجيش بعد خالد. وأما سبب اللقب الغريب الذي أطلق عليه أعداؤه فكان في معركة أجنادين بين المسلمين والروم، وكان عدد الروم 90,000 مقاتل، بينما عدد المسلمين يقارب 30,000 مقاتل فقط. وتميز ضرار في هذه المعركة فأحدث مقتلة عظيمة في صفوف الروم على الرغم من تفوقهما العددي. وفي أثناء المعركة ومع اشتداد الحرب خلع ضرار ابن الأزور درعه وقميصه لكي يستطيع التحرك بخفة، فما أن رآه الأعداء عاري الصدر حتى قالوا هذه هي الفرصة التي لن تعوض لنقتل الرجل الذي أزعجنا منذ بداية المعركة، فهو الآن بلا درع يحميه. فتجمع عليه الجنود حتى كاد لا يرى، فقتلهم جميعا بلا استثناء، وخرج من بينهم بلا خدشة، فأطلقوا عليه لقب الشيطان عاري الصدر. وانتشرت هذه الأسطورة في صفوف الأعداء بسرعة رهيبة، بل تعدد هذا الجيش إلى جيوش الروم الأخرى، وأصبح بعد ذلك يقاتل عاري الصدر متعمدا ليرهب الأعداء، فما أن يروه حتى يفروا من أمامه قائلين جاء الشيطان عاري الصدر، جاء الشيطان عاري الصدر. في تلك المعركة، معركة أجنادين، وصل ضرار رضي الله عنه إلى قائد الروم وردان، وعرفه من تلقاء نفسه أنه الشيطان عاري الصدر، فدارت مبارزة قوية بينهما، فاخترق سيف ضرار صدر وردان، وأكمل السيف المهمة فقطع رأسه، وعاد ضرار برأس وردان إلى المسلمين. عندئذ انطلق من صفوف المسلمين صيحات التكبير الله أكبر الله أكبر. وفي حصار دمشق دخل ضرار بن الأزور على جيش الكفار وأخذ يقتل فيهم يمنة ويسرى حتى خافوا ولم يستطيعوا أن يقاتلوه وجها لوجه، فأخذوا يضربوه بالسهام من بعيد. اتخذوا أسلوب الجبناء في القضاء على ضرار حتى سقط أسيرا للروم. الكفار أرادوا أن يأخذوه حيا إلى الإمبراطور الروماني هرقل ليقدموه هدية، وأي هدية يقدم له الشيطان عاري الصدر على حد قولهم لا يقتله إلا بنفسه. ولكن هيهات، لقد أنقذه المسلمون، ولو تعرفوا من أنقذه لأصابكم الذهول. قدم خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيش كامل يساند جيش المسلمين ويحاول إنقاذ ضرار، وإذ في الجيش منظر شاب ملثم الوجه لا يرى إلا عيناه، شاب رائع أخذ يهجم على الكفار وحده، يقتل منهم وينسحب. جن جنون الروم، اقتلوا هذا الفارس. أخذت كتيبة تلحق خلف هذا الفارس فاستدرجه حتى ذبحهم كلهم جميعا. وذهب له خالد بن الوليد: لقد ملأت قلوبنا إعجاب أيها الشاب، فقل لنا من أنت؟ نظر إليه الفارس دون أن يجيب، وانطلق يغير مرة أخرى على الكفار، قتل فيهم وذبح فيهم. وهنا أمر خالد بالهجوم الشامل من جيش الإسلام على جيش الكفار، وأصر خالد: من أنت أيها الفارس؟ فوالله لنكرمك. وهنا كاد يغمى على خالد بن الوليد عندما سمع ذلك الصوت صوت فتاة.
خلعت قناعها، وإذ هي خولة بن الأزور أخت الفارس عاري الصدر ضرار بن الأزور، وأخذت تسترجي خالد أن يسمح لها بالقتال. ولكن هذه الفارسة المغوارة من هذه العائلة الجبارة، عائلة الأزور، عائلة الفلوسية، وأنقذت أخاها من بين يدي الكفار وعادت به إلى المسلمين، وصنفت خولة بن الأزور كأشجع امرأة في التاريخ الإسلامي، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عبد الغني العنصري.